جالي سؤال على الكومنتات جامد جدا من يارا، بيقول ازاي ممكن نستخدم الماشين ليرنينج لتحسين تجربة الزوار على المواقع. الاول خلينا نقول ان الذكاء الاصطناعي عنده دراعين رئيسيين بيشتغل بيهم. الدراع اليمين هو الماشين ليرنينج، وده ببساطة بيجمع معلومات ويعلم الآلة تتعلم منها، زي لما تكون بتدرب شخص على حاجة جديدة بتديله معلومات كتير وهو بيتعلم منها ويحسن من أدائه مع الوقت. اما الدراع الشمال هو الديب ليرنينج، وهو نوع متطور من الماشين ليرنينج. الفكرة هنا ان الآلة بتقدر تخلق حاجات جديدة باستخدام شبكات عصبية، يعني بتتعلم من معلومات معقدة جدا زي الصور والأصوات والنصوص، زي مثلا لما الفيسبوك بيقدر يتعرف على وشك في الصورة. وفي نفس الوقت الديب ليرنينج مش ممكن يشتغل أبدا من غير الماشين ليرنينج. أما بقى في موضوع تحسين تجربة زوار الموقع، مش هنحتاج الدراع الشمال دلوقتي اللي هو الديب ليرنينج، لأن الماشين ليرنينج كافي يشتغل لوحده. هنا الماشين ليرنينج بيقدر يحلل سلوك الزوار، يعني مثلا لو زائر دخل موقعك وده اتكرر مع أكتر من شخص، ممكن هنا الماشين ليرنينج يحدد لنا اهتماماتهم ويفهمنا ايه اللي بيجذبهم أكتر، وبالتالي نعرض لهم محتوى مخصص يناسبهم. كمان لو عندك مشاكل في التصفح او بعض الزوار مش قادرين يوصلوا للمعلومه اللي بيدوروا عليها، ممكن نستخدم الشات بوت اللي بيستخدم برضو الماشين ليرنينج عشان ترد على استفساراتهم وتوجههم بشكل اسرع. وكمان تحسين نتائج البحث عشان تكون دقيقه وسريعه اكتر. يعني في النهايه الماشين ليرنينج يعتبر عامل مساعد لتحسين تجربه الزوار بشكل كبير، بيخليهم يحسوا انهم في موقع ذكي بيقدر يقدم لهم المحتوى اللي هم عايزينه على طول. الذكاء الاصطناعي مش بس بيساعد في تحسين المواقع، ده بيفتح ابواب جديده للتفاعل مع الزوار. ايه رايكم؟ لو عندكم اي افكار تانية في استخدام الماشين ليرنينج في المواقع قولوا لي في الكومنتات.